بحرف يا شباب، تفهموا علي؟ ما ازود عليكم بحرف. اول ما وقف الموتور شافوني الجيران، قال هذا واخو رشيد، هذا وهذا، وكل هجموا علي. وما شفت لكم يا شباب نبع الحنان، الملازم الاول، العريف الطليعي، القائد الاركان، الفارس المضلي، هاي كلها صفات امي والرتب امي. وخيو فورا حسيت سنانه صار طويل ومسكتني، قسما بالله مسكت شعري وهيك تساوي. وين رحت؟ وقلبنا طيب انا ضعت ليش تضربيني؟ انا ضعت مو بايدي يا اخي، انا ضعت. مفروض تحبوني، تجيبوا لي ورد، تستقبلوني، ليش تضربيني؟ يا اخي السؤال، هل نبعات الحنان انتوا لما كان يضيع اولادكم؟ شباب مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اخوان، في قصة تذكرتها وبدي احكي لكم اياها. القصة والموضوع مو هون، الموضوع انه صاير مع اغلبكم. صاير مع مين؟ صاير مع جماعتنا خيو، جماعة الشوارعية. هن رح يعرفوا حالهم، هلا هن نعرف بعضنا. ركيبين جحاش، قتالين القطط، وصيادين في المستنقعات لقتل الضفادع. هدول جماعتي، هدول صايرة مع اغلبكم. خيو احكي لكم قصة. طيب انا كنت صغير والولاد علمونا انه مثلا نعلق حالنا بالسيارة. شلون نعلق حالنا؟ ايام اولي كان كله بيكامات، يعني كله سيارات مو تكاسي. كنا نعلق حالنا من ورا هيك، نمسك الباب او نمسكها هيك ونروح مسافة ونزيد حالنا ونركض وهيك، يعني نستمتع جلاقة يعني. خيو هون مرة علقت حالي بموتور طريزينة، نحن نسميها طريزينة يعني بمنطقتنا، 3 دواليب. علقت حالي وانا صغير، يعني تعرف ما صغير كثير، يعني ما اتذكر ايش قد، بس صغير. والموتور راح، والزلمه شافني، نحن انا واصدقائي تنتين ما بعرف ايه، كنا 3 يمكن. والموتور راح، والمهم داس البنزين وراح ما عاد نسترجي نزيد حالنا. المهم عندي صديق زت حاله، تفشكل رجله ووقع بالارض، والثاني كمان نفس الشيء. انا لما حطيت رجلي على الارض يا شباب، شلون بدي امثل لكم؟ شوف، الكعب الرجل ضرب هون، ضرب طيزي من ورا. انا بس حطيت رجلي على الارض، من سرعه الموتور رجلي، كعب رجلي ضرب يعني على خصري من ورا. هون انا استسلمت، قلت خلاص هاي قدري وبدي اشوفها، يعني ايش بدي اسوي. المهم وصل على ملف ايش هاي، كويس ما كان فايل. وصل على لفه بده يفوت بالشارع، هدي شوي، انا زتيت حالي، ما صارني شيء، ما جاني شيء. بس وين البيت؟ انا ضيعت حالي هون، ضيعت البيت، ضيعت المنطقه. يعني المنطقه اللي رحت لها اياها انا ماني رايح لها بحياتي، مع اهلي ماني رايح. وضعت وصرت ابكي يا شباب، بشرفي بديني بايماني. صرت ابكي وابكي ابكي وانا صغير، ما عاد اتذكر، يعني مشان يكون في مصداقيه بيناتنا، انا ما اتذكر. اعتقد في زلمه قال بعرف اخوه، بعرف ابوه، عمه، الى اخره. الزلمه ركبني الموتور وراح باتجاه بيتنا. هون الموضوع صاير شلون؟ اكثر من ساعتين، هيك انا ضايع، وطفل صغير يعني قدام البيت كل 5 دقائق بيشوفوا اهله. اذا نص ساعه غاب معناته ضاع، وانا ساعتين يمكن اكثر كمان ما اتذكر. اني خيو ركبني على الموتور وفتنا بشارعنا، شارعنا شوي هيك عريض ومبين، يعني تقول كاني صاير مظاهره. شلون تقول؟ كاني خربان. الناس كلها تدور، اللي يقول رايح على الميات فطس، اللي يقول اخذ ضربوا السياره رايح على المشفى. خربت الدنيا بالحاره. ما ازود عليكم بحرف يا شباب، تفهموا علي؟ ما ازود عليكم بحرف. اول ما وقف الموتور شافوني الجيران، قال هذا واخو رشيد، هذا وهذا، وكل هجموا علي. وما شفت لكم يا شباب نبع الحنان، الملازم الاول، العريف الطليعي، القائد الاركان، الفارس المضلي، هاي كلها صفات امي والرتب امي. وخيو فورا حسيت سنانه صار طويل ومسكتني، قسما بالله مسكت شعري وهيك تساوي. وين رحت؟ وقلبنا طيب انا ضعت ليش تضربيني؟ انا ضعت مو بايدي يا اخي، انا ضعت. مفروض تحبوني، تجيبوا لي ورد، تستقبلوني، ليش تضربيني؟ يا اخي السؤال، هل نبعات الحنان
انتوا لما كان يضيع اولادكم كنتوا تبكوا وترجفوا تقلقوا عليهم، لما تشوفوهم بالشوارع ليش تضربوهم؟ اكلت قتله يا شباب ب 2004 بالسجن، ما اكلت هيك قتله ياو. ليش انا ضعت؟ معلش الحق علي، انا كنت صغير ما اتواخذ، بس ليش تضربيني قدام هالجمهور والناس اللي جايين يستقبلوني بالورود وبالرز؟ يا نبع الحنان شوي ارتقي، شوي تقدمي، شوي تثقفي، يعني بدك تضلي تعملي خبز تنور وتضلي مثل ما انت؟ لك دخيل قلبكم انا احلى ينابيع الحنان. شباب القصة حقيقية 100%، لا فيها بهار ولا كمون ولا كزبرة، 1,000,000%. بالعكس فيها شوي مواد ناقصة كمان. على كل شباب ادعموا المنصة، عندي ابلاغات كثير وتقيد، مو ابلاغات عفوا، ما حدا يبلغ عن صفحتي، ولكن في تقيد. كان عندي شوية فيديوهات مفروض ما انزلها محظورة وانا منزلها، صاير عندي تقييد، لذلك لايك، مشاركة، تعليق، ابوس روحكم جميعا. وعلى كل منصات يوميات خورشيد ملا درويش. اشوفكم خير، في امان الله، السلام عليكم.